الرسائل كثيرة في حفل الافتتاح، الإشادة والوحدة وكثير من القيم الجميلة كانت حاضرة من خلال تفاصيل هذا الحفل المميز التاريخي في نسخة المغرب. والله حفل رائع، حفل إفريقي، محلاها إفريقيا، محلاها البساطة الإفريقية عندما تمزج بالتكنولوجيا. المغرب فعل كل شيء إلى حد وأنه الملعب تكلم، جدران الملعب ساهمت في الحفل. هذا شيء لأول مرة الحقيقة نراه، أنه جدران ملعب الافتتاح تكلمت وساهمت في الحفل. هذا يشرفنا برشا. هذه رسالة 2030 المغرب عندما منحت له إمكانية تنظيم كأس العالم 2030، معناها المغرب راهو جاهز من الآن. تحبوا كأس العالم الآن موجودة. المغرب فعلا مرة أخرى يشرفنا كرويا في السابق، تنظيميا الآن، وإن شاء الله تتواصل إنجازات المغرب الشقيق. حسام، كيف شاهدت حفل الافتتاح؟ أقول أن ليست مفاجأة. كلنا نقول أن هذه البطولة يبدو أنها ستكون أحسن وأفضل في التاريخ، وما شاهدنا اليوم هذا عندنا ثقة أن هذه البطولة في المغرب ستكون أفضل وأحسن في التاريخ. ولكن لابد أن نقول هنيئا للمغاربة، لأنهم حاليا نرى أن البطولة الأمم الإفريقية تبدأ أن تكون قويا من البداية إلى النهاية، ولابد أن نشكر المغاربة، لأن هذا يبدو أن البطولة المقبلة في تنزانيا وكينيا وأوغندا سيكون أفضل أيضا، وندعو هذا. نعم، إذن كما تفضلت حسام الدين في مسألة أن هذه الافتتاحية كانت من خلال إشادة بالوحدة والهوية والمرونة الراسخة لكرة القدم الأفريقية، وكان الحفل استعراضا إيقاعيا وحركيا حيا واحتفاء بالطاقات الإبداعية كما نشاهد. شعور فخر لنا كعرب في هذه الافتتاحية الجميلة المميزة التاريخية الاستثنائية. فما هو الشعور بدر الدين الإدريسي؟ والله الشعور بالفخر أولا كمغربي، كعربي، كإفريقي، أن يكون لنا هكذا حفل افتتاحي يليق بقارة تنمو، بقارة تحاول أن تخرج من معاقلها لتتحدث عن إبداع. أمطار الخير، وكأني بهذه الأمطار أمطرت إبداعا، أمطرت تميزا في إخراج حفل افتتاحي. أستطيع أن أقول له أنه من نوع السهل الممتنع الذي تجتمع فيه كل الأشياء الجميلة لتقدم في مختصر الزمن حكايات وروايات عن وحدة هذه القارة، عن أيضا العناق الأبدي لأبناء هذه القارة من أجل أن يصنعوا لها مستقبلا يليق بإنسانها، يليق بطبيعتها، ويليق أيضا بتاريخها. إذن نحن محسودين في وجود البدر والقمر. البدر والقمر. صابر، فما صابر هو الشمس. صابر. هيا أشرق بشموسك. سأشرق وألخص الحفل في رأيي في 3 كلمات وأفصل بعدها. مبهر، ممتع، منصف. مبهر بلا إسراف، وممتع بلا إسفاف، ومنصف بلا إجحاف. لماذا؟ مبهر بلا إسراف لأن البساطة كانت هي العنوان الأجمل والأبرز لحفل الافتتاح. ممتع بلا إسفاف لأن التفاصيل والرسائل الرائعة التي قدمها الحفل كانت بالفعل تؤكد أنها نابعة من بلد رائع مثل المملكة المغربية. منصف بلا إجحاف لأن المغرب لم تكن أنانية في الحفل، وأشركت الدول العربية، الدول الإفريقية، في كافة تفاصيل الاحتفالية بتفاصيل معينة ورقصات وأغاني تخص القارة الإفريقية بشكل عام. أشكرك على جميل التعليق. أشكرك. المغرب بيذاكر ورانا. لا يذاكر. فتحي بيذاكر ورانا. هذا يعمل موضوع نتاع إنشاء، نتاع امتحان يعدي في البكالوريوس. لا ومن السهل الممتنع أيضا. جميل. ما شاء الله، ما شاء الله. قلم. المغرب أبدعت بالافتتاح، والكعبي استمر في هذا الإبداع في هدف ثاني
استثنائي سيذكر من ضمن الأهداف التاريخية لمواجهات الافتتاحية في الكان. نتذكر في هذه المباراة.